لأن شهر رمضان قرب، عادوا الله على الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب، وكل سنة وأنتم طيبين. أنا عملت مع الليمون المخلل بالعصفر، جميل جدا، طريقة سهلة جدا ما بتاخدش حتى 10 أيام، وعاملة أنواع كتير جدا جدا من المخللات على القناة عندي. يا ريت تتفضلوا وتشوفوها على القناة، ويا ريت ما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا مع بعض نشوف مع بعض طريقة الليمون المخلل هتكون ازاي. ويلا مع بعض نشوف الطريقة ونشوف المقادير. يلا مع بعض. أول حاجة بنجيب الليمون، نغسله ونحطه في ميه تغلي على النار. وبعدين بيكون معانا هنا الفلفل الحار، الفلفل الصغير جدا. هنا زي ما احنا شايفين كده الليمون بدأ يغلي غلوة واحدة بس، ومنكترش الغلوان فيه لان احنا مش عايزينه مهري، عايزينه سليم والطعم فيه. بنتركه شوية وبعدين بنصفيه من المية بتاعته وبنشيله لما يبرد خالص. بيكون معانا الخلطة، هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. بعد كده بنبدأ نقلب الخلطة ونبدأ نحشي الليمون. بفتحها، طبعا انا كنت فاتحاها 4/4 من قبل ما اسلقها عشان تسهل عليا العملية. بحط فيها في كل واحدة جزء من الخلطة واشيله على جنب، وبكمل كل الكمية بالطريقة دي كده زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. وبعدين الخطوة اللي جاية هنشوف ونكمل مع بعض. هنا غسلت البطرمانات، طبعا لازم نعملها بمية بتغلي جدا، ده لتعقيم البطرمانات عشان ما يحصلش فيها اي عفونة وتفضل معاكي للسنة كلها المخلل جميل. بعد ما بغليها كويس جدا بسيبها لما تنشف خالص وبنشفها بمنديل جاف، وبعد كده بنستعملها. انا هنا خلاص عملت الليمون، حطيت رق ليمون ورق فلفل بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها بالظبط دي. ومعايا هنا المحلول الملحي عبارة عن 5 معالق ملح وربع كوباية خل. ببدأ هنا هسقي بيه البطرمانات كلها كويس جدا لغاية الآخر. وبعد كده بعد ما نسقي البطرمانين بقفله قفل كويس جدا محكم، وبتركه على جنب في المطبخ وبسيبه مفيش 10 أيام ممكن تاكلي منه. انا عامله مجموعه كبيره جدا من المخللات على القناه، يا ريت تشرفوني وتشوفوها ان شاء الله تعجبكم بمناسبه شهر رمضان. عادوا على الامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. اتمنى منكم بدر ان انتوا تجربوه وتقولوا رايكم ايه، وما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والى اللقاء في طبخه اخرى من مطبخ امل.